وبهرت بالمستوى الكبير تاع الشبان تاع فريق الرجاء البيضاوي الحقيقه في المقابله. عندهم مباراه ممتازه جدا، ممتازه جدا، وعندهم عناصر الحقيقه قادره انها تلعب حتى في الفريق الاول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، جبنا لكم بلاطو التونسي تيتكلم على واحد التربص داروا الترجي يعني في مدينه بن سليمان، يعني جوار ديال كازا، ويعني وشكر يعني حسن الاستقبال ديال يعني القائمين على السونتر، ويعني وقال لك سيدي لعبنا مع فرق من الدرجه الثالثه، ولكن قال لهم تنشهد شهاده لله بان يعني واخا لعبنا مع فرق مثلا كالصخور السوداء، فقال لي يعني أبهرت يعني بهذاك النيفو ديال هذاك الفريق رغم من الدرجه الثالثه، وهذا يعني شهاده للكره المغربيه فين واصله. المغرب ما غاديش يتقدم على المستوى الفريق الاول، يعني المنتخب الاول ولا يعني النوادي الكبيره، وانما كل شيء غادي تيزحف باغي يحسن المستوى ديالو، وهذا شهاده من مسؤول على الترجي التونسي. هذه شهاده هذه تعتبر وسام على الصدور ديالنا، لحقاش باش يشهد لك واحد يعني يعني عنده واحد الوزن ويقول لك بان لعبنا مع الصخور ويعني وبهرت يعني بهاد الكفاءات، فهذا تيشرف المغاربه كاملين وتبين على مدى جهوزيه اي يعني فريق في المغرب، ان يعني الكره المغربيه غادي تتحسن بواحد الشكل كبير. مشاهدينا الكرام، قالوا حوايج اخرين ان شاء الله نخليهم في اخر الفيديو نناقشوهم. مشاهدينا الكرام، ما تنساوش بدعمكم حتى يصل هذا المجهود الى اي مهتم بهذا الشان في باقي العالم. ونتلاقاو على اخر الفريق. كان في تربص في المغرب، شنو اهم الاستنتاجات اللي يخرج بها محب الترجي الرياضي التونسي؟ البارح شفنا حوار مع مدرب الفريق، الجزء الاول اعتقد ثم جزء ثاني، لكن جروسو مودو مشجع الترجي شنو النجم يخرج من انه فريقه عمل تربص في المغرب زوز مباريات وديه؟ شنو اهم الاستنتاجات وليد؟ والله يا من التربص كان الحقيقه التربص نعتبره انا ممتاز لمده 10 ايام تقريبا. معناتها المدرب كاردوزو لقى الوقت مع الملاعبيه نتاعنا باش يخدم، باش يبسط الافكار نتاعو. صحيح هي الخدمه بديناها في تونس، لكن التربص كان فرصه انه يزيد يقرب اكثر للاعبين، وان اللاعبين يفهموا التكتيك تاع المدرب كاردوزو، وان المدرب هو زاد يجرب ربما بعض الامور التكتيكيه وينوع ويزيد تتعرف على الخصائص تاع اللاعبين اللي عنده. دونك المكان تاع تربص الحقيقه كان بعيد على مدينه كازابلانكا، معناتها اللاعب ما عنده كان يترينا ويرتاح، فهمتني، ويعمل توسكي سوان وكل الحاجات هذيك البان دو جلاس، كل شيء كان الحقيقه متوفر، كل شيء كان موجود باش الاطار الفني والملاعبيه نخرجوا بفائده كبيره من التربص هذايا في المغرب. زوز مقابلات وديه هنا، ربما تساؤلات سمعتها وتساؤلات الحقيقه مشروعه. سمير علاش الترجي الرياضي التونسي لعب ضد زوز فرق، معناتها فريق من الدرجه الثالثه شباب الصخور السوداء والفريق الرديف فريق الأمان لأنه الرزنامة تاع البطولة المغربية تبدلت كي المنتخب المغربي انهزم ضد جنوب افريقيا، دونك وغادر الكأس الافريقية. دات وتواريخ البطولة تبدلت، دونك ما كانش بالامكان مواجهة فريق من الرابطة الاولى كما الرجاء، وربما فرق اخرى خاطر كان في البروجرام ربما زاد اسفي او فريق اخر. دونك الابليكاسيون كانت مع فرق ربما اللي اقل مستوى من الترجي الرياضي التونسي. ولو الحقيقه انا هنا نخرج شويه وبهرت بالمستوى الكبير تاع الشبان تاع فريق الرجاء البيضاوي الحقيقه في المقابله. عندهم مباراه ممتازه جدا، ممتازه جدا، وعندهم عناصر الحقيقه قادره انها تلعب حتى في الفريق الاول تاع فريق الرجاء البيضاوي. لعبتوا زوز مقابلات، واحد ضد في 10 بلاش كمان السكور. اي المستوى كان بعيد، المستوى كان ضد فريق من الدرجه كبير في المستوى، فريق من الدرجه الثالثه. والامال بسبب انه البطوله كانت باش ترجع في وقت معين، ثم كي خرجت المغرب الكيب ناسيونال قدموا العوده نتاع هنا. ما نجموش ما نربطوش باللي قاعد صاير في تونس، انه رغم انه انسحبنا الا انه تاجيل البطوله صاروا ما بعدش نحلوه ديبا وحده. لكن فنيا شنو موقف المدرب من قرار تاجيل البطوله اللي خرج البارح؟ اللي صار البارح صار تربص في المغرب على اساس الروتور باش يكون يوم 17، هل يمثل هذايا لخطه؟ هل تقلق والا ما فماش؟ فنيا المدرب معناتها ماذا بيه انه لعب مقابله رسميه قبل المقابله تاع
النجم الرياضي الساحلي. وي ناخذوا شويه تفاعلات بسرعه. سمير سي عبد الباقي، شنو عندك اذا كان ماشي تساؤل بارابور تربص المغرب؟ زاد سي عبد الباقي سمعنا اليوم شراكه مع الرجاء البيضاوي تنجم تكون بالفايده للزوز فرق. ان شاء الله احنا ماذا بينا الشراكات مع الفرق العربيه تضاعف كل مع بعضها، سي طوميو بور لو موند اراب. بون التساؤل الوحيد معناها علاش تربص في المغرب؟ علاش مش في تونس يعني؟ في المغرب هو كان مطروح سي عبد الباقي. السؤال نتاعك مهم. كان مطروح انه يكون تبرقه ولا جربه. جربه الحقيقه حاله الميدان، نتصور اللي جاونا من جربه الحقيقه حاله الميدان، حاله الميدان ما تخليناش نكون الظروف تاع التربص وظروف تمارين مرتاحه بالنسبه للمدرب ولا اللاعبين. وتبرقه كانت سيتي اون كيستيون دو ديسبونيبيليتي، معناتها في النزل معروف غاديكا للناس الكل والفرق تجي. دونك هذاك اللي مشات له اندرلخت وعديد من الفرق وموريتانيا ترانيت غادي وكذا. دونك هذاك علاش شفنا ولقينا المكان هذا اللي ناكد لك انه بالحق معناتها فيه كل الحاجات اللي تخلي انه اللاعب يكون مرتاح، انه المدرب يكون مرتاح. والاخوه في المغرب الحقيقه نشكرهم في السونتر هذا، سونتر زياده هذايا في مدينه بن سليمان في الدار البيضاء، وفروا كل شيء بالنسبه لنا باش يتعدد التربص في احسن. مش فما زاد بارتناريا انه الترجي معناتها صرف فلوس باش مشى للمغرب والا مصرف حتى ملي؟ لا اكيد فما مصاريف تاع التربص كانت موجوده. دونك وهذا هو دونك فما مصاريف كانت موجوده، معناتها ما كانش تربص ما كانش بلوش. لا يمكن انت نحكي على لا هو نحكي على الوكيل والمبادئ اللي هي اهم خاطر حاجه. على مراكش خاطر فما النزل اللي عنده شراكه مع الترجي الرياضي التونسي. لا النزل ما عندوش شراكه هذاك في مراكش. النزل السبونسور تاع الترجي التونسي. لا هذا سونتر اخر كما قلت لك تتوفر فيه كل ظروف. انا القصد من السؤال راهو مش علاش المغرب كمغرب، علاش خارج مش في تونس المغرب ولا غيره، بالعكس اللي هو تسال السؤال علاش مش في تونس. تبدا فاي فيان بين تونس والمغرب، تونس والجزائر، الجزائر والمغرب. طوميو بور المغرب، وهذا شيء يشرفنا الناس الكل. والسونتر هذا سي عبد الباقي قبل ما ندخلوا نحن كان موجود فيه ستاندرد ليش. نعرف كان فيه موجود ستاندرد. لا انا سالت علاش البرا من تونس وانت اجبت انا بريسيتمون جاوبتي قلت علاش ما ثماش ديسبونيبيليتي. ملاحظه فقط. عندك شي ملاحظه سامي؟ اي ملاحظه فقط. ترجي تجيب مدرب جديد وتقول له البطوله باش تبدا في التاريخ كذا، يحضر البرنامج نتاعو المدرب، يعمل ستاش المغرب على اساس كونه باش يقوم بتربص بزوز مباريات وديه. الحظ انه المنتخب المغربي انسحب، ولو كان واحد يتصور انه المنتخب المغربي ينسحب، فبالتالي حتى زوز مباريات الوديه اللي كانت مبرمجه ولا مباراه من عيار قوي ولا ذا يتيح في الماء هكا ولا صحيح. الترجي ما يلعبش مباريات وديه غاديك، يقوم بالترابص والترابص حسب الاداء نتاعو ناجح. لكن المدرب في البلانيفيكاسيون في التحضير في كذا عنده دات معين باش يبدا فيه البطوله، هذا كله يتيح في الماء نظرا للخبطه. وهذا الكلام قلته راني البارح. يجي لتونس لهنا باش يشوف مباريات وديه ما يلقاش كذلك البلاي اوف يلعب والبلاي اوت يلعب، والبلاي اوف صعيبه لامور فنيه. فبالتالي كل الظروف توا الى حد الان ما تخدمش الاسبيرونس ولا حتى تخدم المدرب باش يحتك في ماتش ولا زوز قيم باش يعرف روحه العمل نتاعو وين وصل. هكا ولا اوروزمون نقولوا اوروزمون انه الماتش الاولاني في البطوله الافريقيه مع النجم الرياضي الساحلي اللي هو يمر بنفس الظروف. لكن كان جاء مع بيترو ولا فريق اخر مش يلقى الترجي صعوبات. لذلك المناخ العام في تونس بصفه عامه ماهوش قاعد يساعد في الانديه التونسيه. وهنا راني ما نتكلمش على اسبيرونس خاطر وليد هنا، لا نتكلم على توار نفس الشيء، ونتكلم على كلوب افريكان نفس الشيء. فبالتالي لهنا مشكل كبير ياسر في التاخير نتاع البطوله هذايا، وربي يهدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا كيما شفتوا الفيديو يعني فيه بزاف ديال النقاط، من ضمنها كما قلنا بان يعني كاين واحد اشاده يعني بالمعامله ديال المغاربه، خاصه الناس المشرفين على السونتر. يقول لك هيئوا لهم الظروف وكانت جد مواتيه، زائد يعني البنيه التحتيه اللي كانت قال لك جميله بزاف. يعني الصحافه اللي داخل البلاطو غادي يقولوا لي علاش بالضبط تونس يعني المغرب وماشي تونس. قال لي يعني بالنسبه للجربه كنا مبرمجين، لكن لما وصلنا التصاور ديال الملاعب
فيعني لا ترقى يعني باش نديروا فيها يعني تربص. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على الميادين اللي ديجا كان تيناقشوا دائما في الباطوات، تيقول لك في الميادين رجعت الى يعني ترجعت بزاف، وهذا مساله نعذروا الاخوان ديالنا التونسيين. فيعني نتمنوا لهم ان شاء الله تعالى يخرجوا من عنق الزجاجه، وخاصه من بعد يعني الرجه السياسيه اللي عرفوها الربيع العربي. فيعني مازال الامور ما صافيش عندهم، فلهذا يعني هذاك الشيء تنعكس كما انعكس على الجانب السياسي، فانعكس على الجانب الاقتصادي، فانعكس على الجانب الرياضي. فهناك مازال ما كاينش واحد ميزانيه مخصصه لترميم الملاعب يعني ولزياده الملاعب. فلهذا مسألة عادية باش يكون عندهم ملاعب لا ترقى الأندية. فلهذا تخرجوا داروا تربص وقال لي واش فري ولا بايونت، قال لي يعني بطبيعة الحال بايونت، يعني داك النوادي أصلا راها بيفي ويعني ولعبنا فيهم وتهلاو فينا مزيان. فيعني هذا بالنسبة تيشرف المغاربة. مشاهدينا الكرام لما هضروا على صخور سوداء فيعني شكرهم بزاف وقال لك يعني أوبهرت بالنيفو ديال الصخور السوداء. مشاهدينا الكرام في هذه الإشادة يعني بالكرة المغربية ويعني يعني بالملاعب المغربية يعني البنيات التحتيه، فهذا ان دل فهو تدل على يعني المشروع اللي خذاه المغرب، وهو يعني الاتجاه نحو يعني تصدير ثقافه كرويه، يعني الرفع من مستوى الكره المغربيه. وهالشيء تنشوفوه يعني في الاردن، فيعني ما وصل عموته لهذا النيفو، فكل شيء تيشهد بان يعني هذاك يعني هذه الكره ما جات الا من مغرب قوي، مغرب كرويا قوي. رغم هذه الكبوه اللي عيشها المنتخب في هذا ما تعنيش بان الفرق ديالنا ضعيف، وانما كان يعني خطا من المدرب. يعني كانت يعني التشكيله ماشي في النيفو، كان تكتيك اللي لعب به ماشي في النيفو هذا. اما ما تيعكسش بان الكره المغربيه راه ضعيفه. مشاهدي الكرام نتمنى الله يكون عجبكم هذا المقطع، والى مقطع اخر وراكم.